الشيخ، ما رأيك في جماعة التبليغ؟ في كثير من الناس يخرجون معهم ويقولون يذهبون إلى الهند ويصلون في مساجد ذات قبور ويقولون نحن ندعو إلى الله. هذا سؤال طارئ وعارض شفهي. الجواب: جماعة التبليغ والإخوان المسلمون والسروريون وحزب التحرير ومن يعطف عليهم كلها فتن عرضت عليكم، امتحان واختبار. أنتم أمام الاختبار والامتحان، أنتم على الخط، والجماعات هذه تريد أن تخرجكم من الخط إلى بنيات الطريق، ومن خرج عن الخط إلى بنيات الطريق ضاع، نهايته الهلاك إلا ما شاء الله. لذلك لا أنصح أحدا بالانتماء إلى أي جماعة من هذه الجماعات. وجماعة التبليغ حسب فهمي لا أتهمهم بالطموح السياسي كغيرهم من الجماعات الأخرى، ولكنها جماعة صوفية تنتمي إلى جماعة ربما تستبيح الاستغاثة بغير الله والطواف بالقبور في بلادهم، يعني أصولهم ورؤسائهم. وإن كان الموجودون هنا في هذا البلد وفي غير هذا البلد ما نتهمهم بذلك، لكن الجماعة الذين ينتسبون إليهم فيهم شرك، قد يكون فيهم الشرك الأكبر، ولذلك لا داعي للخروج معهم. ثم تنظيم الخروج ب4 أيام أو ب4 أشهر أو ب40، هذا التنظيم بالأربعينات هذا تنظيم بدعي لا أساس له. ثم اعتبار الخروج نفسه في سبيل الله بدعة. ليس الخروج بذاته يكون في سبيل الله. إن خرج لطلب العلم، إن خرج ليقاتل، إن خرج لزيارة أخ له في الإسلام، إن خرج لغرض شرعي، سفره سفر طاعة. كونوا في سبيل الله راجع فيما بينه وبين ربه. أما مجرد الخروج نسميه في سبيل الله هذا خطأ. والقوم الذين أنشأوا هذه الجماعة أناس من الهند عجم، قد لا يفهمون هذه المعاني، ولكن المفروض أنتم تصححوا لهم وتتبعوهم، تنصحونهم وتصححوا لهم عقيدتهم وتوجههم توجيه. الغريب أنتم بدلا من أن تؤثروا في غيركم تتأثرون بهم. هذه في الواقع قضية معكوسة. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. هذا ينطبق عليكم. أنتم القادرون على التمام وعلى الإصلاح وعلى التوجيه، عرب متعلمون فاهمون. يجيكم ناس لا يفهمون من الإسلام إلا مجرد الانتساب، أو طرقيون قبوريون يؤثروا فيكم بدلا من أن تؤثروا فيهم أنتم. هذه في الواقع قضية معكوسة. عيب. قبل أن نقول حرام، عيب. لا ينبغي أن نقف هذا الموقف.